رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصفح، ويقوم في الصفح مقاوم لا يقومها أحد. قريش قومه يظلمونه، وأنتم تعلمون أن ظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من واقع الحسام المهندي، فيخرجونه من بلده وبلد آبائه من قبل، وهو أولى بذلك البلد ممن أخرجه، كما يقول أبو طالب في ميميته المعروفة لما أخرجت قريش بني هاشم إلى الشعب، يقول من جملة أبيات: ألا يا قصي ألا أقصروا ولا تركبوا ما به المأثم، فإن بمكة قدما لنا بها العز والخطر الأفخم، ومن يك فيها له عزة حديثا فعزتنا الأقدم، نشأنا وكنا قليلا بها نجير وكنا بها نطعم، نماني شيبة حامي الحجيج ومجد منيف الذرى معلم. فالأمر كما قال أبو طالب: ومن يكون فيها له عزة حديثا فعزتنا الأقدم، ومع ذلك يخرجونه من ربوعه وربوع آبائه، ويقاتلونه ويقتلون أصحابه ويقتلون أقاربه، ويوم يقدره الله عليهم يعفو عنهم. لو لم يكن من صنيعهم السيء إلا ما صنعوا بعمه وأخيه من الرضاعة حمزة، من تلك القتلة الشنيعة ومن ذلك التمثيل، بقروا البطن وقطعوا الأنف، هذه لكانت كافية في أن يمثل بهم صلى الله عليه وسلم. فكيف وقد حاولوا قتله وكيف وقد يعني ما تركوا إلا ما لم يقدروا على فعله، ثم بعد ذلك يعفو عليهم وهو قادر عليهم. ليس عفو العاجز بل عفو القادر. أكثر من هذا، يجعل لكبيرهم الذي لزعيمهم الذي تولى كبر حربه لأبي سفيان رضي الله عنه، لكنه يجعل له شيئا يفخر به. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل فاتحا مكة كان يعمي الأخبار، كان يريد أن لا تعلم قريش أنه يقصدها، لأنه قبل سنتين كان بينهم عهد الحديبية أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين وأن يأمن الناس، لكن بني بكر بن كنانة وهم حلفاء قريش ودخلوا معهم في عهدهم نقضوا العهد وخانوا وقتلوا قوم من خزاعة وكانوا مسلمين، فاستنصر الخزاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب فتح مكة. لما جاء وعسكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، خرج ذات ليلة أبو سفيان واثنان معه ينفران، لأنهما يعلمان أن هذا الذي وقع من الخيانة والغدر الذي لن يمر مرورا سالما، يتوقعون أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. فخرج أبو سفيان واثنين نسيتهما، العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش القادم لفتح مكة. عرف العباس أن قريشا إذا لم تخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتستأمنه أنه سيفعل بهم الأفاعيل، فخرج يحب أن يجد راعيا من الرعاة، وكانوا يذهبون بإبلهم ومواشيهم في ضواحي مكة لعله يظفر بواحد منهم يخبره ليأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة. العباس هذا الليل البهيم، هذا العباس ذاهب جهة مكة، وأبو سفيان ومن معه خرجوا يرون نيران الجيش المعسكر وقد أوقدوا النيران، رأى شيئا مهولا من النيران، فيقول لمن معه: من هؤلاء؟ هذا يقول له: هذه خزاعة حمشتها الحرب. يقول أبو سفيان: خزاعة أقل من أن تكون هذه نارها، ما أعرف من هذا، من يسمع صوته؟ العباس. فقال: أبا حنظلة. هذا العباس يقول: أبا سفيان. أبو سفيان سمع صوت العباس قال: أبا حنظلة.
قال من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين في المهاجرين وصار المسلمين، هلم معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدخلك عليه استأمنه قبل أن. فركب معه العباس، كان خرج فوق بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركب معه أبا سفيان ورجع إلى المعسكر. هذه طبعا هذا جيش وهذا معسكر وهذه خيام، لابد أن يكون فيها الحرس يأتون شكون فيرون العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفتون إلى الذي هو رديف العباس، لا يلتفتون إليه. حتى مر العباس على نار كان يجلس عليها عمر بن الخطاب. العباس أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن الله منك من غير عهد ولا ميثاق. يعني دابا أنا نطلق وقتلتك ما غيلو مني حتى شي واحد، لأن ما بيننا وبينك شي ميثاق، ما بيننا ثم أنتم الذين نقضتم العهد. العباس رأى ذلك فركض بغلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر تبعه يركض، هذا كيجري وذاك يجري بالبغلة. دخل جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة في نسلم هنا أبو سفيان. عمر تيقول له، يقول يا رسول الله هذا أبو سفيان رأس الكفر، قد أمكن الله منه من غير عهد ولا ميثاق، دعني أضرب عنقه. طبعا العباس يقول له يا ابن الخطاب أأن كان رجلا من بني عبد مناف، لو كان رجل من بني عدي ما قلت هذا الذي تقول. طبعا شو العباس من بني هاشم بن عبد المطلب، أبو سفيان من بني أمية، لكنهم جميعا يلتقون في أبو سفيان، هو أبو سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، والعباس هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فيلتقيان في عبد مناف. عمر هما دابا هذا عمود النسب، هما التقيا هنا، بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. عمر مين؟ عمر هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، يلتقون جميعا في كعب. ولكن عمر فين طار فما قبل منه تتلقى، فلذلك قال له انت تريد قتله لانه كان رجل بني عبد مناف منا ماشي منكم، لو كان رجل بني عدي قبيلتك لم تكن حريصا على قتله كما انت حريص الان. قال عمر مهلا يا عباس، هذه انا ما تقالش لي انا، مهلا يا عباس، والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم. الخطاب با أنت ما تجيني كاع فين لقينا وياك. إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم. علاش؟ لأني علمت أن إسلامك لما حين أسلمت كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو كان أسلم. إذا ما تقول لي تدخلني في الفلسفة ديال القبيلة وعائلتك وماشي عائلتك، أنا خاطيني هادشي بعيد عليا. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، قال خليها عمر، يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك، لقد علمت أن لو كان معه إله لأغنت عنا شيئا، لو كانت معه آلهة لأغنت عنا شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان أما هذه فما زال في النفس منها شيء. يعني هذا يعني أن أبا سفيان لم ينافق، الحاجة اللي اعتقدها، الحاجة اللي باقي في ملجلج فيها هذه لا يزال في النفس منها شيء. فقال عباس، هذا الذي أسوق إليه الكلام، قال عباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا يفخر به حين يرجع إلى قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. هذه سيرجع بها أبو سفيان إلى قريش، يقول لهم أنا اللي جبتها لكم، وغيفتخر يا رسول الله هذا هو الذي كان يقاتلك ويؤلب عليك الأعداء ولا يدع سبيلا تسوءك إلا ركبها، ولا يدع شيئا يقض مجاعك إلا أتاه.
والآن جاءك جاءت مغلوب سائل، كيفاش يدير ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يكونش النبي صلى الله عليه وسلم ما دارش هكا. وإنك لعلى خلق عظيم، تيقول له سيدي ربي الخلق العظيم العدو ويجعل ليه الفخر، ماشي يقول لي سامحت لك هاك شيئا تفخر به. ويقول بعد ذلك للعباس قف به على الثانية التي سيمر بها الجيش، فوقف به ويمر جيش المسلمين الذي سيذهب إلى فتح مكة. العباس أبو سفيان سأل العباس من هؤلاء يا عباس؟ هؤلاء بنو سليم، ما لي ولسليم. يعني هؤلاء القبائل لم يكونوا في الجاهلية يحدثون أنفسهم بأن يغزوا مكة، ما يمكنش، هذو راه جيران الله، هذو راه مكة راه ما لي ولا هم، ومن هذا ومن هذا ومن هذا، حتى جاءت كتيبة لا يرى منها إلا الحدق مدججة بالسلاح. قال من هؤلاء يا عباس؟ فوالله ما لأحد بهؤلاء طاقة. فقال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كتيبة المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة، ماشي الملك هذا، إنها النبوة. فقال أبو سفيان فنعم إذن هذيك فما زال في النفس منها شيء، ما بقاتش، قال لي فنعم إذن. الشاهد ما هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصفح، أقول لكم ويقوم فيه المقامات الغريبة العظيمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم